سيدخل المباراة متحفظ في الدفاع ومحاولة إغلاق المساحات أمام سرعات المنتخب الفرنسي المتمثلة في التيجي كيليان مبابي وعثمان ديمبلي. ستكون مواجهة قوية جدا ومثيرة، مباراة داخل مباراة أمام وولكر. المنتخب الفرنسي سيدخل المباراة ضاغط باحث عن افتتاح التهديف ثم إغلاق المساحات والانطلاق في الهجمة المرتدة التي يبرع فيها المنتخب الفرنسي بقيادة أنطوان غريزمان في وسط الميدان مع تشاوميني ورابيو، مع الاعتماد على جيرو كمحطة لتفريغ المساحات لمبابي وعثمان. هذا السيناريو لو حدث ستكون نتيجة تاريخية لفرنسا لو نجحت في تسجيل الهدف الأول مبكرا. منتخب إنجلترا قوي جدا خصوصا في وسط ميدانه بقيادة الرائع جود بيلينغهام والقاطرة الأمامية المتمثلة في الأمير هاري. أتوقع فوز فرنسا لملاقاة البرتغال في نصف النهائي، والفائز سيكون حامل لقب. وآسف على حرق مباريات كأس العالم، تابع الحساب حتى يصلك الجديد.